مرحبا بكم يا أصدقاء في قناتي. بهذا الفيديو تبعنا لليوم رح نشتغل مثل ما شايفين، رح اشتغل جاكيت نسائي. البداية من الرقبة، الخيط اللي رح استخدمه أنا هون شاريته بالكيلو، يعني ملفوف صرم أمريكي مثل ما شايفين، هيك له وبرة بهالطريقة. رح استخدم معه خيط تاني مثل ما شايفين. شوفوا هيدا لمة رح احط خيطين سوا. هيدا الخيط مع هيدا الخيط، هو هيك خيط عادي جاي بهالطريقة. هاي شاري انا الخيط، رح استخدمه ونشتغل. رح احط الخيطين سوا ونبدأ جاكيت نسائي. رح اعمله توينز، رح اعمله طقم منه. رح اعمل الجاكيت وبعدين رح اشتغل بقلبه كنزة نص كم. هلا مشان البداية تبعي الإبرة اللي رح استخدمها رقم 4.5 ميلي، والخيطين مثل ما شايفين معي هون جاي هيك بهالطريقة. هو الخيط هيك شوف شلون عطى بقلب الخيط بالشغل تبعنا، منه صار له لمعة ومنه عطانا تمويجة حلوة. هلا البداية الغرز تبعي رح نحط على الإبرة 80 غرزة. بعد ما حطينا على الإبرة 80 غرزة رح نشتغل غرزتين عدل، غرزتين مقلوب، 7 دروب مثل ما شايفين معي. يعني بما انه معروفة انا ما اشتغلته على الفيديو. بعد ما حطينا هال 80 غرزة واشتغلنا 7 دروب، بعد 7 دروب عملت اول عروة سر. هلا رح نخلي اول غرزتين واخر اول 4 غرز واخر 4 غرز العدل عدل والمقلوب مقلوب. وبعدين رح نشتغل الغرز عادية مثل ما هي، بس انا اشتغلت كذا درب. بس انا بعد ما اشتغلت كذا درب قلت لازم اشرح لكم هالفيديو تبعي هالجاكيت. نشتغل الجاكيت سوا. مثل ما قلنا 80 غرزة رح نقسمها 14 غرزة على الأطراف الأمامية، غرزتين اللي بتفصل بيناتهم بين الرجلان الكم 11 غرزة، والطرف الخلفي 24 غرزة. هلا أنا اشتغلت كذا درب، بس نعطيكم طريقة الإضافة تبعنا. أول درب 14 عملت إضافة غرزتين إضافة، الكم 11 إضافة غرزتين إضافة، الخلفي 24 إضافة غرزتين إضافة. أنا اشتغلت 3 دروب إضافة. رح كفي بهالطريقة. هاي رح أشرح لكم طريقة البداية لأنه ما في موديل. أول غرزتين وآخر غرزتين شوفوا العدل عدل والمقلوب مقلوب عملتهم، أو 4 غرز. هلا رح نشتغل غرز الطرف الأمامي. بهالطريقة اللي مثل عم بعمل أي شي بداية من فوق. كانوا 14 بعدين 15 16 وهلا حيكون عنا 17 غرزة. يمكن محل مالي موصلة. شوفوا 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17. أنا وصلت على 17 غرزة. رح أعمل إضافة، رح نشتغل غرزتين ونرجع نعمل إضافة. بعدين رح نجي لغرز الكم، رح نشتغل غرز الكم عدل. هلا عم بشتغل الطرف الأمامي عدل والطرف الخلفي مقلوب.
هلا غرز الكمام عم تكون عم تزيد غرزتين بكل دور. بعد ما خلصنا رح نعمل إضافة غرزتين عدل، ورد رح نرجع نعمل إضافة. هلا اجينا لغرز الطرف الخلفي. مثل ما شايفين كمان رح نشتغل غرز عدلة مثل ما شايفين معي. بعد ما نخلص غرز الطرف الخلفي كمان رح يجي عنا الكم. هاي خلصنا غرز الطرف الخلفي، عملنا إضافة غرزتين عدل، إضافة. هلا رح نجي لغرز الكم مثل ما شايفين معي. نشتغل غرز الكم عدل، مثل ما قلنا غرز الكم بكل درب حيزيدوا غرزتين والخلف غرزتين، بس الأطراف الأمامية حيكونوا يزيدوا عنا غرزة واحدة. هلا خلصنا غرز الكم رح نعمل إضافة غرزتين عدل، نرجع نعمل إضافة ونشتغل غرز الباقية عدل لحد ما نصل لآخر 4 غرز. آخر 4 غرز مثل ما قلنا العدل عدل والمقلوب مقلوب رح اشتغله بالطرفين الأمامي والخلفي. هلا الشغل رح يكون عندي هيك بهالطريقة. هاي العدل مقلوب بالطرف الأمامي عدل بالإضافات، وبالطرف الخلفي مقلوب بس أول غرزتين وآخر غرز عفوا 4 غرز مو غرزتين، صرت مخربطة كذا مرة وقايلة غرزتين، بس هنن هدول الأربعة مشان الكنار فيكم تحبوا تعملوه غرزة مرنة على حسب مو حابين تعملوه، بس أنا حكفي لأنه مبلشة من فوق بلشت بهالطريقة رح كفي بهالطريقة. هاي هلا اجينا للدرب الخلفي. اول غرزتين عدل، الباقي كلياته مقلوب اجا عندي هيك بهالطريقة. هاي رح تم اعمل اضافات مثل ما قلنا 14 15 16 17 18 19 20 هيك لحد ما نصل لحجم السنتيمتر اللي حابين نوصله. شوفوا هلا انا بلشت ب80 غرزة، انا حطيته على قد الرقبة، اللي بيحب يجيب اكبر
طبعا بتفرق على حسب سماكة الخيط اللي عم نشتغل فيه. إذا حابين تشتغلوا أكبر فيكن تبلشوا ب90، إذا الخيط عندكن رفيع بدكن أقل شي 100 مشان البداية من فوق. بهالطريقة هيك أنا رح أشتغل متل ما شايفين. ليك شايفين اشتغلنا عم بيجي عدل هيك. رح تم اشتغل بهالطريقة عدل لحد ما وصل لحفرة الباط، لحد تم عم بعمل إضافات تزايد. تقريبا رح نشوف كم سنتي رح أشتغل، ورح أقلكم كم سنتي رح نتم نعم نضيف ونشتغل للطرف الأمامي. بعدين بدي أعمل موديل صغير على الجاكيت، وبهالطريقة هي أنا رح كفي الإضافات، ونجي بالفيديو الجزء الثاني لنشوف كم سنتيمتر اشتغلنا ونشتغل الموديل سوا بالجزء الثاني. وشكرا لكم على المتابعة.